مساء الفل والياسمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن شخصية إعلامية جميلة من مشاهير الإعلام ومواقع السوشيال ميديا. الإعلامية الجميلة صاحبة الرأي والنقد التي لقبت بعدوة الرجال، مع إن هذا الجمال عمره ما يكون عدو للرجال. الإعلامية الجميلة رضوى الشربيني. الست مش ملزمة أصلا إنها تبات في البيت والله. الاسم رضوى الشربيني من مواليد 30/9 عام 1981، وهي من مواليد برج الميزان، وحاصلة على كلية الإعلام. وقطع شراييني عليه، ولو مات أنا حياتي هتتطربق من بعده. وتعتبر الجميلة رضوى الشربيني من أجمل المذيعات في خفة الدم، واشتهرت بالشخصية الهجومية ضد الرجال، مما أثار ضجة كبيرة من متابعيها على مواقع السوشيال ميديا. مع ألف سلامة والباب يفوت جمل. الرجالة يعني أعدادهم في العالم مش عادية، والمطلقين كتير والأرامل والسنج، لا ده في كتير كتير، في بنيامين كتير، وفي رجالة كتير محترمة، وفي رجالة كتير كويسة، وفي رجالة كتير تنفع، وفي رجالة ما تنفعش. ماما اللي خدعتهم إنه ألف يتمناك دي ماما. قامت رضوى الشربيني بتقديم العديد من الأعمال والبرامج التلفزيونية، مثل برنامجها الخاص بالسيارات على قناة المحور الفضائية، وبرنامجا فنيا عبر قناة الحياة، وبرنامج أنا مصر على التلفزيون المصري، وبرنامج بروبا جنداتي في عبر تلفزيون العرب. لكن البرنامج الذي كان سبب شهرتها هو برنامج هي وبس، الذي يعرض على قناة CBC سفرة. مفيش حد بيموت من قلة الحب، الناس بتموت من الجوع أو من القهر. تزوجت من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنتيها تيا وتاليا، ولكن حدث الانفصال دون أن تبين إيه السبب. ويذكر أنها تزوجت مرتين من قبل ولم تنجب سوى من زوجها الأخير الذي تزوجته في السنوات الأخيرة من شخص معروف باسم محمود حسين فهمي. تعملي كل خير، تعملي اللي هو بيعمله بالظبط. عملنا اللي هو بيعمله والدنيا نفعت وكملت، هيبتدي بقى يتكلم مكالمة وبرود، أنا باردة، أنا فلافي، أنا مفيش حاجة مزعلاني. هاي إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ أنا كويسة. بتتكلميش ليه؟ أصل أنا كان عندي الجامعة والدراسة. وطبعا يتراود عشاق مواقع السوشيال ميديا عن خطوبتها من كام يوم. وطبعا رضوى الشربيني يعني لم ترد على هذا الخبر، ولكن بالتأكيد إنها كلها إشاعات على السوشيال ميديا. دي نبذة سريعة مختصرة عن الجميلة رضوى الشربيني.